يعتبر الكبد أعظم غدد الإنسان على الإطلاق، ويتراوح وزنه في الرجل البالغ ما بين 1500 غرام إلى 2000 غرام. والكبد غير منتظم الشكل، ويتكون من 3 فصوص، أكبرها الفص الأيمن ثم الفص الأيسر، أما الثالث فهو صغير جدا ويسمى بالفص الذنبي. ويحتل الكبد مكانا في أعلى التجويف البطني من الجهة اليمنى تحت الضلوع، وهو مثبت بالحجاب الحاجز والأعضاء المجاورة بواسطة 5 أربطة قوية. وفي سياق تركيبة أنسجته وخلاياه وأوعيته الدموية والصفراوية واللمفاوية فهي معقدة للغاية، ولا يزال العالم حتى عصرنا هذا يكتشف كل يوم جديدا في هذا المضمار. ومن المضاعفات التي يصاب بها المريض هي إحساسه بالتعب والإرهاق واليرقان، حيث يلاحظ اصفرار شديد في الوجه والعينين، وفقدان الشهية الغير طبيعي، وفقدان الوزن، وحكة في الجلد، وارتفاع درجة حرارة الجسم. وقد يحصل تجمع السوائل في منطقة البطن في المراحل المتقدمة من المرض. وينتشر المرض بين مدمني المخدرات والشواذ والعاملين في المجال الصحي والمتلقيات للدم بصفة متكررة مثل مريضات الهيموفيليا. وينتقل المرض عن طريق الدم الملوث أو اللعاب أو الإفرازات المهبلية أو السائل المنوي. ويمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة. ويتم علاج تشمع الكبد في الطب الغربي التقليدي عادة باستعمال الأدوية الكيماوية ولمدة من الزمن، ولكن هذه الأدوية لا تشفي من تشمع الكبد كما يعترف الأطباء، ولكن تحاول أن تمنع المرض من أن يتطور. ثم عندما يتطور المرض ينصح المريض بإجراء عملية زرع كبد باهظة التكاليف وخطرة. وفي هذا السياق تحدث لنا الدكتور رياض إسماعيل عن هذا المرض قائلا: تشمع الكبد هو التهاب كبد تأتي نتيجة أمراض معدودة، منها التهاب كبد فيروسي B والتهاب كبد فيروسي C. إذا لم يتم علاج هذه الأمراض في الوقت المبكر، إذا لم يتم الكشف عنها، تتطور المرض إلى مرحلة التشمع. والتشمع هي التهاب قوي جدا تصيب الكبد إلى مرحلة النخل. العوامل الرئيسية لعلاج الكبد سيروز أتسيت، حبن، تراكم المياه في البطن، برتوان. ثانيا للتأكيد التشخيص النهائي للكبد دوالي مري نتيجة تشمع. هناك ضغط كبير على الأوردة الكبدية تؤدي إلى الضغط على الوريد المري، مما يؤدي إلى النزف عن طريق الفم أو الأنف أو نزف لثوي. للتشخيص يجب أن نعمل تنظير معدة، نقوم بتنظير المعدة والمري، نتأكد إذا وجدنا هناك دوالي المري فهذا يعتبر وجود تشمع كبدي. وهناك أعراض أخرى تظهر على الجلد، مثلا على سبيل المثال أوعية عنكبوتية، وأعراض أخرى مثلا سيبايا كوريتا، العمى الدجاج، انسفلوباتية الأزية الكبدية الدماغية. المريض يفقد الوعي أثناء النهار، لا يدري ماذا يجري حوله، أثناء الليل تعود له الذاكرة. عدم القدرة على القيام أعمال إرادية، يعني لا يستطيع الكتابة، لا يستطيع التوصيل بين الدائرات إذا كتبت له على ورق. فهذا المرض خطير جدا جدا، وعلاجه الوحيد نأتي إلى الأسباب الأولى، هو إذا كان المريض قد كشفت لديه التهاب كبد B، هيباتيت B أو التهاب كبد C، يجب العلاج في المراحل الأولى من المرض لكي لا تتطور المرض إلى حالات التشمع. هناك حالات تشمع أخرى مثل تشمع كحولي، تشمع مناعي، تشمعات متعلقة بالأدوية. العلاج إذا كان هناك التهابات كبد فيروسية يجب إعطاء الدواء المضاد للفيروسي، وهو على سبيل المثال الدواء الناجح في العالم ألفا انترفيرون، بيتا انترفيرون. إذا لم يأتي بنتائج فالحل الوحيد هو زرع الكبد. ومن الطرق الوقائية من مرض تشمع الكبد الابتعاد عن تناول الكحول، تجنب ممارسات التصرفات الجنسية الخاطئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، أخذ اللقاحات الواقية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، تناول غذاء صحي متوازن قليل الدسم، تجنب المواد الكيماوية مثل المنظفات والمبيدات الحشرية والتعامل معها بحذر. هوزان ولو، راديو دنجي زلال.